ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة جميلة وعظيمة. هذه القصة هي لآخر رجل يدخل الجنة، وهذا إنسان يسير على الصراط فتقذفه النار مرة فيقع أخرى، ثم تقذفه النار مرة ثم يقع أخرى. برحمة الله عز وجل يعبر هذا الصراط ويصل، وإذا به لما يعبر الصراط يلتفت وراءه فيرى أنه قد مر عن نار جهنم، عن هذه النيران العظيمة، هذه الأهوال العظيمة، فينظر إليها ثم يقول: الحمد لله الذي نجاني منك، والله ما أعطي أحد في الأولين ولا الآخرين أفضل مني. سبحان الله، أهل الجنة قد دخلوا الجنة وأهل النار قد دخلوا النار. الآن الجنة هم أهل الجنة في النعيم وفي الأنهار، وزوجوا الحور وأخذوا أخذاتهم وسكنوا القصور، وهو يعبر الصراط ويعبر النار ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك، والله ما أعطي أحد في الأولين ولا الآخرين أفضل مني. بينما هذا الرجل وهو آخر من يدخل الجنة قد رأى بعينيه كل هذه المراحل العظيمة. هو رأى بعينيه مشهد النار وهي تتقاذف من تحته، رأى مشهد الصراط العظيم، رأى مشهد الحشر، رأى مشهد حينما تقف البشرية كلها ليحاسبها الله عز وجل، رأى مشهد تطاير الصحف، رأى مشاهد عظيمة في ذلك اليوم العظيم. وإذ به بعدما نجاه الله عز وجل من هذه الكروب كلها، وإذ به يرى أمامه شجرة مثمرة عظيمة، فيسأل الله عز وجل فيقول: يا رب أسألك سؤال. فيقول الله عز وجل: سلني يا عبدي. فيقول: يا رب أسألك أن تبلغني تلك الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: عبدي لعلي إن أعطيتك إياها سألتني غيرها. فيقول: يا رب إن بلغتني إياها لن أسألك غيرها. فالله عز وجل يعرف أن هذا الإنسان ضعيف، يعرف أن هذا الإنسان قد مر على مراحل تشيب منها الولدان، فيعذره الله عز وجل فيبلغه تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها. وبينما هو تحت هذه الشجرة التي بلغه الله عز وجل إياها، وإذ به يرى أمامه شجرة هي أعظم من التي يجلس تحتها ويستظل بظلها، فيعود إلى الله عز وجل فيقول: يا رب أسألك سؤالا آخر. فيقول الله عز وجل: سلني عبدي. فيقول هذا العبد لله: يا رب أسألك أن تبلغني تلك الشجرة الأخرى. فالله عز وجل يقول: عبدي ألم تكن عاهدتني ألا تسألني غيرها؟ فيقول هذا العبد لله: يا رب إن بلغتني إياها لن أسألك غيرها. يبلغه الله لأن الله عز وجل يعذره، لأنه يعلم ضعف هذا الإنسان الذي خلقه. وإذ بهذا الإنسان تحت هذه الشجرة الثانية يرى شجرة ثالثة هي أعظم من التي قبلها والتي قبلها. فيقول: يا رب أسألك أن تبلغني تلك الشجرة. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم ما أغدرك، يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تكن عاهدتني ألا تسألني غيرها؟ فيبلغه الله عز وجل تلك الشجرة الثالثة بعدما يعذره. وإذ به تحت تلك الشجرة الثالثة وإذ به يسمع أصوات عظيمة، أصوات جميلة، ترانيم من أجمل ما سمع في حياته. وإذ به يعلم أن تلك الأصوات هي أصوات أهل الجنة. فيعود إلى الله عز وجل فيقول: يا رب أسألك أن تدخلني الجنة، أسألك أن تدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: عبدي فلتدخلها. وإذ به يفكر: أهل الجنة دخلوا الجنة كيف سأدخلها؟ زوج الحور وسكن القصور، كأي مكان سيكون لي بين هؤلاء؟ فيعود إلى الله عز وجل فيقول: يا رب أتدخلني الجنة بعدما دخلها أهلها؟ كيف يا رب أدخل هذه الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم وسكنوا قصورهم؟ فيقول الله عز وجل: عبدي اسمع أيها الحبيب، عبدي أفلا أرضيك أن يكون لك فيها أي في الجنة مثل ملك ملك من ملوك أهل الدنيا؟
فيقول رضيت ربي رضيت. فيقول الله عز وجل عبدي ولك فيها 5 أضعاف مثل ملك ملك من ملوك أهل الدنيا. فيقول يا رب رضيت رضيت. فيقول الله عز وجل ولك فيها 10 أضعاف مثل ملك ملك من ملوك أهل الدنيا. فيقول رضيت ربي رضيت. أيها الحبيب فكر معي إذا كان هذا هو نعيم وجزاء آخر من يدخل الجنة، فبالله عليك كيف بجزاء ونعيم أول زمرة تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا الغرفات العليا في الجنة، وأن يبلغنا الفردوس الأعلى، وألا يمتنا ويقبض أرواحنا من هذه الدنيا إلا وهو راض عنا.